وسهلا بيكم في قناة لولي كروشيه. النهاردة هيكون شرح الجزء الأخير، وهيكون معايا شغل الإطار بعد ما خلصنا شرح المفرش أو الجزء الأساسي في المفرش. بس في البداية حابة أفكرك، لو لسه ما اشتركتيش في القناة ياريت تشتركي. هتلاقي كلمة اشتراك أو سبسكرايب تحت الفيديو باللون الأحمر، وتفعلي جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديد. النهاردة الإطار بتاعي بيكون من 6 أسطر. ال6 أسطر أسهل من بعض في الشغل، بس في بعض التركات البسيطة اللي هنشرحها خلال ما بنشرح الإطار. فيلا نبدأ شرح الإطار مع بعض. للدور الأول في الإطار من مكاني برتفع 1 2 3، دي سلاسل ارتفاع. 2 سلسلة كمان، كده أصبح معايا 5 سلسلة، وبلف الخيط على الإبرة وبعد عمود 2، وعلى التالت هشتغل عمود. 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود التالت عمود. 2 سلسلة وعمود 2، وعلى العمود التالت بشتغل عمود. كده اشتغلت 3 فراغ جنب بعض. بعد كده هشتغل مربع، يعني هكمل بعد العمود ده 3 عمود بلفة كمان. 1 2 3، وهكمل 2 سلسلة، 1 2، وعلى العمود التالت عمود. 1 2 سلسلة، 1 2 عمود، وعلى العمود التالت عمود. 1 2 1 2 عمود، وعلى العمود التالت بشتغل عمود، يعني 3 فراغ. بعد كده هكمل 3 عمود بلفة كمان علشان اشكل مربع. يبقى الدور كله هنا هيكون 3 فراغ ومربع واحد. 3 فراغ مربع، وهكذا هشتغل لغاية اول زاوية هنا وهرجع لكم. زي ما انتوا شايفين اشتغلت بنفس الطريقة، 3 فراغ مربع 3 فراغ لغاية ما وصلت لأول زاوية معايا. أول زاوية بعد المربع اشتغلت ال3 فراغ بنفس التكرار اللي بكرر بيه. فهنا هنشتغل المفروض هنا بعد ال3 فراغ مربع، فهشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، وألف الخيط على الإبرة. وهنا العمود اللي انا عاملاه في اخر الشغل هدخل عليه، اسحب الخيط واعمل عمود 2، وفي اللي هو اهو الجزء اللي دخلت وعملت العمود فيه بتاع الفراغ هدخل واعمل عمود. كده شكلت المربع اللي في الجنب او بعد ال3 فراغ مربع. وهقلب الشغل بالمنظر ده، همسكه كده عشان هشتغل على الجنب، وهشتغل بعد المربع ال3 فراغ بتوعي، يعني 2 سلسلة. وهنا اهو هدخل هنا واشتغل العمود بتاعي 2 سلسلة، وهنا هدخل واشتغل العمود بتاعي 2 سلسلة، وهدخل على نهاية العمود اللي هو هنا واشتغل عمود بالشكل ده. بعد كده هيجيني هنا مربع، هشتغل على العمود هنا 2 عمود بلفة، 1 2، وعلى السلسلة هنا في النص بدخل واشتغل العمود الرابع علشان يتشكل لي المربع. وهكمل بنفس الطريقة 3 فراغ مربع. كده عرفت التركاية اللي في الزاوية. هكمل بنفس الطريقة كده لنهاية الدور. كده وصلت لنهاية الدور بتاعي خالص، داير ما يدور المفرش. اخر حاجة هشتغلها بنفس الطريقة، هرتفع هنا 3 بعد ال3 فراغ، هرتفع هنا 3 سلسلة، 1 2
3 وهروح على اخر عمود اشتغلته هنا واشتغل 2 عمود، 1 2 وهنا شايفين الفراغ ده اللي هو في بداية الدور هعد 1 2 وفي السلسلة التالتة هدخل اسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة عشان اشكل المربع بتاعي بعد ال3 فراغ، يعني هيكمل معايا كده. شايفين المنظر؟ للدور التاني في الإطار برتفع 3 سلسلة، 1 2 3 زائد 2 سلسلة كمان، 1 2 يبقى تشكل معايا في بداية الدور 5 سلسلة، وألف الخيط وأروح على العمود هنا أشتغل عمود، يبقى كده شكلت فراغ. في الفراغ هنا هشتغل مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2 وعمود على العمود، يبقى في بداية الدور 5 سلسلة وبعد كده 4 عمود بلفة، وهكمل 2 سلسلة، 1 2 عمود هنا فوق العمود ده، يعني بسيب السلاسل وبشتغل على العمود، واكمل 3 عمود بلفة علشان يتشكل مربع بالشكل ده. بعد كده هشتغل بعد المربع هنا، يعني المربع فوقه مربع، فراغ، 2 سلسلة، عمود على العمود، اكمل على السلاسل 2 عمود بلفة، 1 2 وعلى العمود هنا عمود، كده شكلت مربع، فراغ ومربع على المربع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، فراغ مربع فراغ مربع. هكمل لايه لغاية ما اوصل لاول زاوية معايا. خلصت هنا لغاية ما وصلت لي اول زاوية معايا، اخر حاجة اشتغلتها المربع. بعد كده هشتغل 1 2 3 4 5 وألف الخيط، وهروح هنا شايفين المكان ده اللي هو اللي انا داخله فيه في العمود هنا، اخر عمود في المربع، واشتغل عمود بالشكل ده، وعلى المربع هنا هشتغل مربع، يعني على كل عمود عمود بالشكل ده. وهكمل عادي بنفس التكرار بتاعي، فراغ، 2 سلسلة، عمود ومربع، وبعدين فراغ يعني 2 سلسلة، عمود ومربع فوق المربع بنفس الطريقة، والزاوية برضو هتكون بنفس الشكل ده معايا. هخلص لنهاية الدور وارجع لكم. وصلت هنا لنهاية الدور، اخر حاجة اشتغلتها المربع، بعد كده المفروض فراغ، فهشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5 وهلف الخيط على الإبرة، ومكان ما دخلت العمود هدخل اللي هو اخر عمود في المربع، هدخل واشتغل عمود. بعد كده المفروض هنا بعد الفراغ هيشكل مربع فوق المربع ده، فهدخل فاضل معايا عمود 2 والثلاث سلاسل بتوع الارتفاع او ال5 سلاسل بتوع
الفراغ، اول فراغ شكلته، فهشتغل هنا عمود 2 اهم، وهروح اعد في السلاسل الخمسة هنا، هعد 1 2، في التالتة هدخل اسحب الخيط واعمل منزلقة. كده شكلت المربع. كده خلصت الدور التاني في الاطار. للدور التالت برتفع من مكاني 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل هنا على السلاسل اشتغل 2 عمود، 1 2، وعلى اول عمود عمود كمان اشتغل على كل عمود يقابلني عمود. كده شكلت 2 مربع. كمان الفراغ هنا هشتغل مربع، 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعلى العمود هنا عمود. كده شكلت تالت مربع. يبقى في بداية الدور ارتفعت ال3 سلسلة وشكلت 10 عمود بلفة جنب بعض بسلاسل الارتفاع. بعد كده هشتغل فراغ 1 2 سلسلة، وهتجاهل العمود الاول والتاني، وهدخل على التالت واشتغل عمود، ومن هنا اشتغل ال10 عمود بتوعي. من بداية العمود هنا هشتغل ال10 عمود بلفة، يعني 3 مربع جنب بعض. 4 5 6 7 8 9 10، وهكذا افضل اشتغل 2 سلسلة 10 عمود بلفة، 2 سلسلة 10 عمود بلفة، 2 سلسلة 10 عمود بلفة بنفس الطريقة، يعني فراغ و3 مربع. افضل اشتغل بنفس التكرار ده لغاية ما اوصل لأول زاوية معايا عشان نعرف هنشتغل فيها ازاي. كده وصلت لأول زاوية معايا. اخر حاجة اشتغلتها الفراغ. المفروض هنا اشتغل 3 مربع زي دول. فانا هشتغل ازاي؟ هشتغل على السلاسل هنا عمود 2 و3. كده اشتغلت مربع. بعد كده هشتغل 3 سلسلة، 1 2 3، واخر عمود هنا اشتغلته ده هدخل عليه واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2. بعد ال2 عمود هنا هدخل في السلسلة التالتة هنا المفروض واشتغل عمود علشان اكمل المربع. بعد كده هشتغل مربع على السلاسل هنا كمان، يعني 2 سلسلة 2 عمود بلفة، 1 2، وعلى اول عمود في المربع هنا اشتغل عمود عشان يتشكل لي الشكل ده في الزاوية. مربع، بعد كده 3 سلسلة، 2 عمود بلفة، وبعد كده 4 عمود بلفة اهو بالشكل ده. وهكمل بنفس الطريقة بتاعتي اللي هي الفراغ 2 سلسلة عمود و3 مربع بعد الفراغ. كده اول مربع تاني مربع، وعلى الفراغ هنا كمان مربع، 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود.
بعد كده هشكل فراغ مربع 3 مربع، فراغ 3 مربع، وكل زاوية هتبقى بالشكل ده لنهاية الدور. هخلص لنهاية الدور وارجع لكم. كده وصلنا لنهاية الدور. اخر حاجة هشتغلها 2 سلسلة، 1 2، وهروح لبداية السلاسل الارتفاع وهعد سلسلة 2. في السلسلة التالتة هدخل واسحب الخيط واشتغل غرزة منزلقة. كده قفلت الدور التالت. للدور الرابع معايا هنا في الاطار هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وكمان 2 سلسلة، يعني كده معايا في البداية 5 سلسلة. الف الخيط على الابرة وهعد عمود 2 على العمود التالت عمود. كده شكلت فراغ في بداية الدور. هشتغل 3 عمود بلفة كمان علشان اشكل مربع، وبعد المربع هشكل 3 فراغ، 2 سلسلة عمود، 2 سلسلة، بأسيب السلاسل هنا واشتغل على العمود، 2 سلسلة واعد 1 2، وعلى التالت هنا اشتغل عمود واكمل 3 عمود بلفة كمان علشان اشكل مربع. بالشكل ده يبقى تكراري هيبقى مربع 3 فراغ مربع لغاية ما اوصل لأول زاوية معايا عشان نشوف الشغل هيكون ازاي. وصلت هنا لأول زاوية. اخر حاجة اشتغلتها بعد ال3 فراغ هم ومربع. بعد كده هشتغل في الزاوية 5 سلسلة، 1 2 3 4 5، وهلف الخيط على الإبرة واروح لمكان اهو العمود هنا، ادخل واشتغل عمود واكمل 3 عمود كمان، 1 2 3. يبقى ده شغلي في الزاوية. بعد المربع 5 سلسلة ومربع، وهشتغل التكرار بتاعي عادي 3 فراغ، مربع، تلاتة فراغ مربع بنفس الطريقة، وكل زاوية هشتغل بالشكل ده لنهاية الدور. هخلص لغاية ما اوصل لنهاية الدور هنا وارجع لكم. وصلت هنا لنهاية الدور. اخر حاجة اشتغلتها الزاوية اللي هي مربع 5 سلسلة ومربع. بعد المربع هشتغل 2 سلسلة واعد 1 2، وعلى العمود التالت هشتغل عمود. كده شكلت فراغ 2 سلسلة، وهروح لسلاسل البداية اللي ارتفعتها واشتغل واعد 1 2، وفي السلسلة التالتة هدخل واسحب الخيط واعمل غرزة منزلقة عشان اشكل الفراغ التاني. يعني 3 فراغ جنب بعض اهم، بعد كده المربع بنفس الترتيب ونفس التكرار. للدور الخامس برتفع 5 سلسلة في بداية الشغل، 1 2 3 4 5، وهدخل هنا على اول عمود في المربع واشتغل عمود. كده شكلت فراغ 2 سلسلة عمود على تالت عمود. كده شكلت 2 فراغ 2 سلسلة
وعمود على العمود، يبقى شكلت كده 3 فراغ في بداية الشغل بتاعي. هنا على الفراغ ده هشتغل مربع، 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود، وهشتغل بنفس التكرار بتاعي 2 سلسلة عمود 3 مرات، 1 2 3، وبعد كده اكمل 3 عمود بلفة، 1 2 3. بنفس الطريقة هفضل اشتغل 3 فراغ مربع لغاية ما اوصل لأول زاوية هنا. هخلص وارجع لكم. وصلت هنا لأول زاوية، اشتغلت هنا الاتنين فراغ، كمان لسه ناقص فراغ واحد، فبشتغل 2 سلسلة وبعد 1 2، وفي السلسلة التالتة هدخل واعمل عمود، ومن هنا هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، وهشتغل على العمود ده 2 عمود بلفة، 1 2، والسلسلة اللي دخلت وعملت فيها العمود بشتغل فيها عمود. لو بصيت كده كده شكلت المربع. بعد كده هشتغل بالتكرار بتاعي 2 سلسلة عمود، ادي كده اول فراغ، 2 سلسلة عمود، تاني فراغ، 2 سلسلة وعمود هنا كده تالت فراغ، واشتغل المربع بتاعي 2 عمود على السلاسل وعمود على العمود، وابتدي اكرر تاني التكرار بتاعي في الجزء ده، ولما اوصل للزاوية هنا اشتغل فيها الشكل ده، وهكذا لغاية ما اوصل لبداية الدور اللي اشتغلته. هخلص لبداية الدور وارجع لكم. وصلت كده لنهاية الدور زي ما انتوا شايفين، اشتغلت 3 فراغ هنا و3 فراغ هنا، يعني في النص ده هيبقى مربع، فبشتغل 2 عمود على السلاسل، 1 2، وبعد في سلاسل البداية 1 2، في السلسلة التالتة هدخل واسحب الخيط واعمل منزلقة. كده شكلت المربع. كده وصلت للدور السادس والأخير في الإطار. هرتفع 3 سلسلة، 1 2 3، وهدخل على السلاسل هنا واشتغل 2 عمود بلفة، 1 2، وعلى العمود عمود كده بسلاسل الارتفاع شكلت 4 عمود. كده في بداية الدور بسلاسل الارتفاع شكلت 4 عمود. هكمل 5 6 7، كمان هكمل على الفراغ هنا كمان كده 8 9، وأول ما أوصل لأول عمود في المربع هنا هلف الخيط على الإبرة وأدخل أسحب الخيط وأطلع من ال3 حلقات مع بعض عشان أشكل نص عمود. العمود اللي تاني هدخل عليه وأشتغل غرزة منزلقة، والتالت غرزة منزلقة، والرابع هلف الخيط على الإبرة وأدخل أسحب الخيط وأطلع من ال3 حلقات مرة واحدة علشان أشكل غرزة نص عمود. بعد غرزة النص عمود هشتغل 2 عمود على السلاسل، 1 2، وعلى العمود هنا عمود كده 3 4 على السلاسل، 5 6 7 8، والتاسع هنا
مش هشتغل عمود، هلف الخيط وادخل على اول عمود هنا واشتغل نص عمود بس، وعلى العمود التاني في المربع غرزة منزلقة، والعمود التالت برضو غرزة منزلقة، والعمود الرابع غرزة نص عمود، واكمل عمود 2 3 4 5 6 7 8 والتاسع هنا هيكون على العمود الأول في المربع، ألف الخيط وأشتغل غرزة نص عمود عليه، بعد كده غرزة منزلقة 2 وعلى الرابع غرزة نص عمود، وهكذا بنفس الطريقة دي لغاية ما أوصل لأول زاوية. هخلص وارجع لكم. كملت بنفس الطريقة وبنفس التكرار بتاعي لغاية ما وصلت لأول زاوية. وصلت هنا للزاوية اللي هي المفروض مربع ده، فبدخل على سلاسل المربع وبشتغل منزلقات داير ما يدور المربع. ادي 1 2 3 وهكمل منزلقات كده 4 5 وأول ما اجي لآخر عمود هنا هشتغل غرزة نص عمود، وأكمل بالتكرار بتاعي بالشكل ده لغاية ما أوصل لبداية الدور. هنا هخلص وارجع لكم. اشتغلت بنفس الطريقة لغاية ما وصلت لنهاية الدور. بعد كده غرزة منزلقة 2 وهنا هعد 1 2 في التالت هنا هدخل واسحب الخيط واعمل منزلقة، بعد كده سلسلة واسحب الخيط. كده نكون خلصنا المفرش بتاعنا بالشكل ده. اتمنى الشغل يكون سهل وواضح بالنسبة ليكم، واشوفكم في مشروع جديد. سلام عليكم.